سعد شاب سعودي يبلغ من العمر 15 عاما، يعيش مع عائلته في الرياض. ذات يوم قرروا الذهاب لحضور زواج أحد أقربائهم في قرية مجاورة. كانت الأجواء مليئة بالفرح والبهجة، وفي الخارج كان سعد يلعب مع أبناء عمومته تحت سماء مظلمة وصافية. أثناء اللعب لفت نظرهم شيء غريب، كانت قطة سوداء تقف في زاوية مظلمة تراقبهم بصمت. شعر الجميع بالخوف إلا سعد الذي أراد التظاهر بالشجاعة. أمسك حجرا كبيرا ورماه على القطة فأصابها. بدأت القطة تموء بصوت عال وهربت بعيدا في الظلام. ضحك سعد وأبناء عمومته وعادوا إلى الداخل ليكملوا الاحتفال. في تلك الليلة عادت العائلة إلى الرياض. نام سعد، لكن أحلامه لم تكن هادئة. رأى في حلمه القطة السوداء نفسها تقترب منه بأعين متوهجة وتخدشه بمخالبها الحادة. استيقظ مفزوعا، لكنه حاول تجاهل الأمر. في الليلة التالية وبينما كان يحاول النوم، رأى القطة السوداء تقف على شباك غرفته تراقبه بنفس النظرات المخيفة. صرخ سعد من شدة الخوف وركض إلى والده، لكن عندما جاء الأب إلى الغرفة لم يجد شيئا. مرت الأيام وفي أحدها كان سعد يلعب في فناء المنزل. فجأة لمح القطة نفسها واقفة في زاوية الفناء تحدق به بنظرات أكثر رعبا. قرر أن يواجه خوفه فاقترب منها ممسكا بعصا، وقبل أن يتمكن من ضربها قفزت القطة عليه بسرعة خاطفة. قامت بخدش رأسه ووجهه بمخالب حادة. صرخ سعد بقوة وسقط أرضا غارقا في الدماء. ركض والده مسرعا إلى الفناء ليجده ممددا على الأرض ووجهه مليء بالجروح العميقة. حمله على الفور إلى المستشفى. بعد إسعافه حكى سعد القصة كاملة لوالده، لكن الغريب أن الطبيب قال: هذه الجروح مستحيل أن تكون بفعل قطة، إنها قوية وعميقة جدا. منذ ذلك الحين تغير سعد تماما. أصبح قليل الكلام، منعزلا، وأحيانا يعاني من نوبات هلع وغضب مفاجئة. حاول والده مساعدته بالرقية الشرعية، تحسنت حالته قليلا، لكن الأعراض لم تختفي تماما. ما الحل؟ هل ما حدث مع سعد كان سحرا أم انتقاما من جن متشكل بهيئة قطة؟ شاركونا رأيكم في التعليقات.